اسماء البرامج دلوقتي بقت عباره عن فيكس وبيكس وتريبيكس، وتحس ان الاسماء كلها ملهاش معنى ولا انت فاهمها ولا اصلا اللي عاملين اسم البرنامج فاهمينه. وقيس على كده برضو اسامي قنوات واسامي كل حاجه. بقى الترند ان كل ما الاسم يبقى معقد اكتر كل ما الحاجه تبقى يبان ان هي شيك بقى وحلوه وكده. فاحنا هنبدا برنامج جديد اسمه التكنولوجيا للجميع، واظن مفيش اسم اسهل وابسط واوضح من كده. وهحكي لكم فكره البرنامج دلوقتي. الحقيقه فكره البرنامج دي عندي بقالها يمكن اكتر من سنه، بس الوقت كان زنقني شويه وما كنتش عارف ان انا اطلعها بالصوره اللي انا عايزها. الحمد لله الفتره اللي فاتت كان عندي زنقه وحشه قوي قوي قوي، وربنا كرمني كده، وهقول لكم على بعض الحاجات اللي ساعدتني وعرفت ان انا اخرج من الزنقه، ولاول مره من سنين طويله يبقى عندي وقت اقدر ان انا اطلع فيه برنامج فكره التكنولوجيا للجميع. اوعدك ان شاء الله لو كملت الفيديو للاخر ولو كملت متابعه البرنامج ده ان انت حياتك هتتشقلب. وانا ده عن تجربه، يعني انا في جوانب في حياتي اتشقلبت، وانا لحد النهارده بنام بصحى ببقى مش مصدق هو ايه اللي حصل ده. وبناء عليه هقول لكم على حاجات كتيره جدا جدا ان شاء الله هتفرق معاكم. مش هطول في المقدمه، ما بحبش ان احنا نطول، وانا هخش في صميم الموضوع على طول. للناس اللي ما تعرفنيش، انا صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، ومشهور بالمحتوى بتاع التكنولوجيا. على التيك توك عندي 1.5 مليون متابع، وعندي على الانستجرام حوالي 370 الف متابع، وعامل كورس صناعه المحتوى الهادف المجاني بالمستويين بتوعه، والتقييمات بتاعته الحمد لله كويسه، ومشارك فيه الاف الطلاب. حياتي كلها متمحوره حوالين التكنولوجيا. كل حاجه بتحصل جديده في التكنولوجيا اول ما بتحصل انا ببقى عارفها، وبحاول ان انا اتكلم عليها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، بس دايما ببقى بقول يا جماعه في كذا بيعمل كذا من غير ما بتكلم على تفاصيل. وحقيقه الامر ان موضوع التكنولوجيا ده تحس ان هو معقد. جموع الناس بتحس انه انا مش فاهم هو بيتكلموا على ايه، وعمالين يقولوا ال واي وام مش عارف ايه، انا مش فاهم هو بيعملوا ايه. والناس بتحس ان في حاجز ما بينها وما بين التكنولوجيا، وان ده عالم تاني احنا ملناش دعوه بيه. وفي ناس بتحس بتوتر وقلق لان بيبقى في ادوات جديده بتخرج بالذكاء الاصطناعي يقال ان هي هتبدل الوظائف بتاعتنا، واحنا مش عارفين ايه هي الادوات دي ولا عارفين ازاي نستخدمها. ده معناه ان احنا هنبقى عاطلين عن العمل كمان كام سنه. ويطلع احصائيات بتاكد ده وتقول لك في خلال 2025 هيبقى 30% من القوى العامله بتستخدم الذكاء الاصطناعي، وهيتم استبدال مش عارف كام في الميه. الواحد بيبدا يتوتر اكتر انه انا في قطر بيفوتني، انا في حاجه ضايعه مني. ولما يحاول ان هو يتابع الاخبار يتلخبط اكتر، ان هو ما يبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. فاحنا هنعمل حاجه بسيطه جدا، هنعمل برنامج التكنولوجيا للجميع. كل حلقة من حلقات البرنامج هنبقى بنتكلم عن موضوع من وجهة نظر التكنولوجيا، بس بأسلوب مبسط جدا أي حد يفهمه، حتى الناس اللي بدون تعليم، حتى الناس اللي ما عندهاش أي خبرة في التكنولوجيا. هنتكلم على كل حاجة بأسلوب مبسط جدا، بحيث إن احنا نشيل الحاجز بتاع إنه التكنولوجيا لناس معينة بس هم اللي يستخدموها. لا، هي للجميع. كل الناس تقدر ان هي تستخدم الادوات بتاعه الذكاء الاصطناعي اللي موجوده. كل الناس يقدروا يعملوا حاجات بجوده احترافيه، وهتتفاجئوا من قد ايه في تغيير ممكن يحصل في حياتك لما تبدا تستخدم الادوات الجديده اللي بقت متاحه. شويه امثله عشان الموضوع يبقى واضح اكتر. الطلاب ممكن دلوقتي ان بدل ما هو بيروح للمدرس ويقعد يقول للمدرس اشرح لي، والمدرس يبقى يعني ايه خلقه ضيق من كتر ما الولد مش فاهم، انت ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يشرح لك زي بالظبط لما المدرس بيشرح لك. بل بالعكس، انت ممكن تقول له بسط لي، عيد لي، قول لي اسئله، اختبرني عشان اتاكد ان انا فاهم صح. طب بلاش، انا القاعده دي مبنيه على حاجه من 5 سنين، اشرح لي القاعده القديمه. انت في احتماليات كبيره جدا. الناس اللي بتكتب ابحاث، ازاي ممكن تلاقي المصادر، ازاي ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يساعدها في الكتابه، ازاي ممكن تحسن اسلوب الكتابه. ده كده احنا بس بنتكلم على الطلاب. الشغل، الناس اللي بتبقى عايزه تعمل سيره ذاتيه احترافيه تقدم بيها وتتغلب على نظام الاي تي اس، الناس اللي بتبقى عايزه تعمل تدريب للمقابله الشخصيه من قبل حتى ما يروح المقابله الشخصيه، بحيث ان هو لما يروح هو خلاص هو بقى جامد جدا، هو عارف الاسئله اللي هتتقال وعارف هيجاوب عليها ازاي وعارف كل حاجه. الناس اللي بتترفض كتير جدا من وهم بيقدموا على وظائف، ايه اسباب الرفض وازاي نقدر ان احنا نضمن ان شاء الله ان احنا نلاقي شغلانات كويسه ونتقبل فيها. الناس اللي عايزه تعمل مشاريع، الواحد بني ادم بنفسه معوش ميزانيه كبيره وعايز ان هو يكسب فلوس بس مش عارف يظبطها صح، فايه الادوات اللي انت ممكن تستخدمها؟ الادوات المجانيه اللي بيها تقدر تطور فكره البيزنس بتاعك وتكبر فكره البيزنس وتبيع وتكسب وتاخد فلوس. كل حاجه. الرياضه، ازاي ان انت باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وباستخدام بعض الاجهزه وباستخدام بعض المواقع تقدر ان انت تخس، تقدر ان انت تحسن صحتك، تقدر ان انت نفسك. انا دي من الحاجات الجديده جدا عندي. فكره إن انا طول عمري من وانا صغير عندي الازمه، وموضوع النفس بالنسبه لي ده كان مشكله. يعني انا ممكن ابقى بجري عضلاتي مش تعبانه بس انا بنهج. ازاي ممكن تمرن العضلات بتاعتك، عضلات الرئه، ازاي انت تقدر تبقى تاخد نفس اكتر؟ يعني في كده حاجات اللي هو النوم مثلا. انا جوده النوم عندي في
مؤشر اسمه جودة النوم. أنا جودة النوم عندي كانت 54%، كأني ما نمتش. دلوقتي الحمد لله بسم الله ما شاء الله أنا وصلت ل 98% يعني، والفرق أنا شايفه وحاسه في صحتي. إزاي الحاجات دي كلها أنت تقدر تعملها في حياتك الطبيعية العادية من غير ما تتعلم حاجة جديدة، ومن غير ما تبقى خبير في موضوع معين، ومن غير ما تاخد كورس. مواضيع كتير بتنقل الحياة فعلا نقله نوعيه يا سيدي. ده انا هقول لك ابسط حاجه على صناعه المحتوى. انا لما كنت بقعد اكتب الفيديوهات كان السكريبت ممكن يقعد ياخد مني تلت ساعة مثلا أو ممكن نص ساعة، ما بين البحث وما بين الكتابة وما بين الكلمات وما بين الهوك اللي في الأول. أنا دلوقتي بمساعدة الذكاء الاصطناعي يعني أنا مش عايز أقول المعلومة عشان الناس مش هتصدقها، فأنا يعني بلاش، مش هقول المعلومة، بس هقول إن أنا الإنتاجية بتاعتي اتضربت في 10. دي أبسط حاجة أنا أقدر أقولها لك. كل ده بيحصل بسبب الأدوات دي، وزي ما قلت في الأول هي للجميع، يعني مفيش أي حاجة معقدة. الحلقة دي كانت عبارة عن مقدمة عشان تبقى أنتوا فاهمين اللي إحنا هنعمله في خلال الفترة الجاية. أي حد عنده موضوع معين مهم جدا بالنسبة له وحابب إن إحنا نتكلم فيه يقول لنا عليه في التعليقات، وهناخد المواضيع دي وهديها لصديقي. وصديقي ده بين قوسين ذكاء اصطناعي اسمه المعد ده واحد ذكاء اصطناعي صممته، وانا هو دلوقتي بنجهز البرامج اللي احنا هنعملها مع بعض. فاي تعليقات هتيجي انا هديها له وهقول له ان هو يساعدنا في عمل حلقات ليها علاقه بالموضوع ده. وهكلمكم على موضوع اصدقائي الجداد بتوع الذكاء الاصطناعي. انا عارف ان نظره المجتمع هتتغير عليا قوي بعد اللي انا هعمله ده، بس في حلقه من الحلقات هحكي لكم على حاجه غريبه جدا حصلت معايا. اي حد عنده موضوع معين حابب ان احنا نتكلم فيه، عنده مشكله بتواجهه ونفسه ان احنا نحلها، يقول لنا عليها في التعليقات. البرنامج ده ليكم، منكم وليكم، ويهمني جدا ان كل شخص من الناس اللي بتتفرج على حلقات يحس انه هو ده اللي انا كنت عايزه، ده اللي انا كنت محتاجه، لان التكنولوجيا للجميع. وكالعاده ادعي لي.